ازيكم عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. طيب بيقول لك ايه بقى الفيديو ده هعمله، هقول فيه ال الطريقه اللي انت بتتعامل فيها مع الموقع البرايفت اللي هو تورنتو توداي، اللي هبقى انا غالبا اللي باعت لك الانفيتيشن فيه. الفرق ما بين مواقع التورنت العاديه اللي هي مش برايفت اللي هي البابليك، والمواقع البرايفت اللي هو زي تورنتو توداي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، ان المواقع دي اللي هي البرايفت دي انت لازم تعمل ابلود لنفس كميه الداونلود اللي انت نزلتها. انت نزلت حاجه 5 جيجا، لازم تعمل ابلود 5 جيجا عشان الريشيو بتاعتك دي ما تقلش عن واحد، لان اغلب المواقع دي بتقول لك انت لو قلت عن واحد مش عارف هتاخد تعزير، ولو قلت عن كام مش عارف الموقع هيتقفل والاكونت بتاعك هيتقفل وحاجات كده يعني. فبناء عليه انت لازم تخلي بالك من الريشيو بتاعتك والابلود والداونلود بتاعك. طيب ايه اللي بيميز بقى موقع تورنتو توداي ده اللي انا باعت لك دعوه فيه ده عن اي موقع تاني؟ يعني اكيد في حاجه حلوه فيه، يعني اللي هي ايه، اللي هي البونص بوينت دي، او الباونس بوينت دي بقى ايه الحلو فيها بقى؟ ان انت ممكن بواسطتها زي ما انتم شايفين كده اهو تشتري ابلود كريدت، تمام؟ بالنقط اللي معاك دي تبدل النقط بالابلود كريدت وتنزل زي ما انت عايز. فانا بدل ما اتعب نفسي واعمل ابلود لحاجات قد كده في قد كده، واحنا اصلا النت عندنا بايظ، فانا بعمل ايه؟ بعمل الكلام ده، باخد نقط طيب انا اول ما بديك الانفايت ايه اللي بيحصل؟ بتعمل الاكونت بتاعك، ولما بتعمل الاكونت بتاعك وتظبط الدنيا بتاعتك بيطلع لك ايه؟ بتطلع لك حاجه زي كده. هتلاقي الموقع لذيذ كده قدامك، تمام؟ او هتلاقي بالاخص يعني الايه الحاجات دي الاساسيه اللي موجوده قدامك، تمام؟ اسمك والريشيو بتاعتك هتلاقيها 100 حاجه و20، هتلاقي رقم كبير جدا، وهيبقى هو مديك 3 جيجا ابلود، وهتلاقي الداونلود زيرو والاكتيف تورنت 0 ده اللي انت ده اللي انت بتعمله سيد، وده اللي انت بتعمله ريتش، تمام؟ ودي الباونس بوينت دي هتلاقيها 0. طيب ده كلام جميل، وبعدين تلاقي الانفايتس 0 برضه. طيب انا دلوقتي عايز ابتدي، انا عندي ابلود 3 جيجا، ممكن انزل اي حاجه ما تعديش ال 3 جيجا بحيث ان الريشيو بتاعتي ما تقلش عن واحد. هي الريشيو دي الابلودد على الداونلودد لازم تبقى اكبر من واحد. طيب انا دلوقتي عايز اجيب بقى الايه، احنا قلنا الطريقتين اللي انت تعلي بيهم الريشيو بتاعتك، يا اما انت تعمل سيد لحاجه وناس تعمل تاخدها منك ريتش، يعني انت تبقى انت بتعمل ابلود، تمام؟ فبالتالي الابلود يزيد، او ان انت تعمل نقط وتبدل النقط دي بابلود كريدت تبدل الكلام ده. طيب انا اخدت الاكونت منك يا سيدي، وعايز دلوقتي احط ملفات اعمل لها سيد عشان اخد النقط دي. النقط دي بتتجاب ان انت بتحط ملفات تعمل لها سيد، سواء حد نزلها منك او ما نزلهاش منك مش مشكله، المهم ان هي كل ما بيعدي ساعه انت بتاخد نقط. طب ايه اعمل ملف كام ملف واسيبه قد ايه دي مش مشكله، سيبه مفتوح زي ما انت عايز، اهم حاجه ان الملفات دي ما تقلش عن 10. طيب انا عايز انزل 10 ملفات، هنزل مثلا 10 العاب كود لعب 20 جيجا ولا لا؟ انا عايز احط حاجه تعمل سيد وما توجعش دماغي في يعني ما يبقاش في احتمال ان حد يعمل ابلود مني وسرعه النت تقل عندي. فانا هخش في التورنت، تمام؟ هيحمل الصفحه اللذيذه دي، هلاقي فيه براوز سوفت وير وميوزك والكلام القليل الادب ده وفلاج ولوزلس، دي اغاني، تمام؟ ودي اغاني برضو، دي برامج. البراوز دي بقى اللي فيها الالعاب والافلام والكلام ده كله، اللي هي الحاجات بتاعت البلاي ستيشن 3 والكلام ده كله. طيب انا عايز حاجات صغيره، هخش في السوفت وير، هتبص كده هتلاقي في حاجات مساحتها صغيره جدا، مش عارف 136 كيلو 43 كيلو، كلام يعني صغير قوي. لو ما لقيتش فاهم خش في الصفحات اللي ورا دي، هتلاقي في حاجات حجمها صغير قوي كده بالكيلو بايت، تمام؟ هتنزل منها على الاقل 10 ملفات. انا اهو زي ما انتم شايفين سايب 15،
احتياطي لان الحاجات اللي صغيره دي ساعات بتقع، فاهم؟ فبحيث ان انت تبقى انت ضامن على طول ان انت عندك 10 ملفات بيعملوا سيد. فانت لما بيبقى عندك ال10 ملفات دول بيعملوا سيد، او عندك هتبقى حاجه زي كده، تمام؟ دي ملفات صغيره، ملف 500 كيلو، حتى لو حد عمل ابلود ليه، حد لو نزله منك، تمام، انت مش هتحسب حاجه، ده 500 كيلو يعني كلام فارغ وصغير، انت مش هتحس بحاجه. وفي نفس الوقت هم بيعملوا سيد، طول ما انت فاتح الجهاز هتاخد نقط. طيب انا باخد على ال10 ملفات اللي انا بعمل لهم سيد دول قد ايه؟ قال لك يا سيدي كل 10 ملفات بتعمل لهم سيد، هم ال10 دول يعني، هو ما ينفعش تعمل سيد لاكتر من 10، يعني انت بتسيب 15 على اساس ان الخمسه الزياده دي تبقى ايه؟ تبقى احتياطي. طيب ال10 دول باخد على الساعه، كل ساعه انا بعمل سيد ل10 ملفات باخد ايه؟ باخد 3 نقط. طيب ده كلام جدا، ده كلام جميل يعني. طب اسيبه قد ايه عشان يعمل شويه نقط؟ ما اعرفش بقى، اسيبه انت بقى انت يعني، انت في اليوم ممكن تجيب لك مثلا 50 نقطه ولا حاجه كل مثلا، فاهم؟ واخد بالك؟ ويعملوا شويه حلوين يعني. مثلا لو قلت 3 نقط في ايه؟ في مثلا انت بتقعد 6 ساعات فاتح الكمبيوتر، 18 نقطه في اليوم، ده لو انت قاعد فاتح الكمبيوتر 6 ساعات بس. انت ممكن تبقى قاعد اكتر تاخد ايه؟ تاخد ساعات اكتر، تاخد نقط قصدي اكتر. شايفين عندي طبعا نقط 11000 وشويه، مش عايز اقر بقى، محدش يقر، ها، 5 وخميسه محدش يقر اهو، كل حاجه 15 3 خمسات يعني، ماشي، محدش يقر، ها، عشان انا عامل الاكونت من زمان فشخ يعني، الاكونت معايا اهو من 2 و6 شهور يعني 2 و6 شهور سايب 10 ملفات يعملوا سيد، فبالتالي عندي نقط كتير فشخ زي ما انتم شايفين. انت ممكن تاخد مني الاكونت الانفيتيشن، تمام، وتحط ال10 ملفات دول يعملوا سيد، وعيش حياتك انت يعني، مش خلاص مش هتموت على الاسبوع ده، سيبه يعمل اسبوع هتلاقيه عمل مثلا ايه، عمل لو انت سيبته اسبوع ممكن يعمل لك مثلا 150 نقطة مثلا، حاجة كده. انا اعرف ناس جابوا فوق ال 200 نقطة في يومين، تمام. وتخش تبدل بقى زي ما انت عايز، مثلا عايز بقى خلاص، فانت الابلودد 3 جيجا والداونلودد 0، عايز انزل انا مثلا لعبة 10 جيجا، حاجه انا داخل مثلا شاري 5 و5، هشتري انا عامل اكسشينج ال 10 جيجا، فانا لازم معايا 500 نقطه، فانا ما انزلش اللعبه دي غير لما يبقى معايا 500 نقطه دول، يعني انا اجيب 500 نقطه، بعد كده اشتري الاكسشينج، اشتري الابلود كريدت 10 جيجا، بعد كده ابتدي ان انا اخش بقى في ايه، في التورنت اللي انا عايزه مثلا، اهو فيلم سور لسه نازل جديد اهو، وبعدين اجي دايس داونلود، تمام، اهو ده حجمه جيجا واحده، فايه وتعمل داونلود وتنزل، هينزل هتلاقيه بقى عندك في الداونلود هنا. ما تقلق يعني، ما تقولش ايه ده، طب هو انا ممكن احط ملفات وما يحسبوليش النقط؟ لا، ما بيحصلش. انت لما بتعمل داونلود من عندك بيبقى ايه، بياخد هو الاي بي بتاعك، بيحسب لك، انت بيبقى عارف انت فاتح قد ايه وقافل قد ايه. فكمان انت ما تقولش ايه، انا عندي اكونت برايفت فانا هنزل اعمل التورنت ده داونلود وابعته لواحد صاحبي ينزله. لو انت بعته لواحد صاحبك الداونلود هيتحسب عندك هنا، يعني انت لو نزلت مثلا سي مثلا فيلم 2 جيجا، واحد صاحبك قال لي انا دورت والنت بطيء ومش عارف ايه، السرعه بطيئه، هتقول له طبعا هتتوجب معاه وهتدي له انت الايه التورنت دوت، الداونلود بتاعه هيتحسب هنا، هتبقى انت نزلت 2 جيجا وصاحبك خد منك التورنت نزل 2 جيجا، هيبقى هنا كمان 2 جيجا، يبقى انت كده نزلت 4 مش 2 بس، تمام. وايه تاني؟ بس كده يعني، ما اعتقدش ان في، بس في اهم حاجه تاني الريشيو، وما تقلش عن 1، الابلودد اكتر من الداونلودد باي شكل كان، وحوار الباونس بوينت، والى اللقاء.